حسام يا حسن، انت المدير الفني لمنتخب مصر وليك كل الاحترام وليك كل الحرية في اختيار قائمة منتخب مصر. لكن انا عاوز اقول لك ان عدم اختيار عمر كمال عبد الواحد للمنتخب القومي عليه مليار علامة استفهام. لا مليون علامة ولا 1000 علامة ولا 100 علامة استفهام، مليار علامة استفهام. مش معقول يعني فنيا وبالعقل وبالارقام وبالمنطق عمر كمال عبد الواحد افضل لاعب في مكانه. عمر كمال عبد الواحد جوكر، بيلعب في اليمين ويلعب في الشمال. عمر كمال عبد الواحد اخر ماتشين في الدوري مع الاهلي واخد افضل لاعب في المباراة. عمر كمال عبد الواحد اخر ماتش في الدوري ضد بلدية المحلة نزل تلت ساعة ولا بتاع، غير شكل الاهلي وخلى الاهلي بعد ما كان مغلوب 1-0 فاز 2-1، جاب جون وعمل اسيست. عمر كمال عبد الواحد بيعرف يقطم بالكرة ويشوط، محدش غيره في الوينجات بيعرف يعملها. عمر كمال عبد الواحد مؤثر جدا وبياخد اماكن ممتازه في الكور الثابته، لما تكون كره ثابته وترجع من المهاجم او يحصل لخبطه زي الجون اللي جابه ببلديه المحله. انت ما اخترتش عمر كمال عبد الواحد ليه للمنتخب؟ المشاكل والخلافات اللي كانت بينكم في المصري اثرت اكيد مليار في الميه. ده بص، لو مصر 110 مليون مواطن فيهم 109 999 الف 998 ما عدا انت واخوك ابراهيم حسن بيسالوك انت ليه ما خدتش عمر كمال عبد الواحد في المنتخب. مش معقول بصراحه. لعيب كان هيفيد المنتخب جدا، لعيب مؤثر جدا، لعيب اداؤه متميز، رغم ان الاثنين اللي في المكان ده من النادي الاهلي وانا اهلاوي متعصب. انما بقول لك يا حسام يا حسن، انت في عدم اختيار عمر كمال عبد الواحد ظالم مليار في الميه. اثر عليك المشاكل اللي كانت بينكم لما هو صرح وابوه صرح ان انت كنت هتبطلوا كره في المصري زمان. المشكله ديت في دماغك لسه، عشان كده ما اخترتش اللاعب. انما السبب فن انا بقول لك لا، الفرق بين عمر كمال عبد الواحد مع احترامي يعني وبين محمد هاني او حتى اكرم توفيق لو لعب في المكان ده فرق كبير جدا 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 لصالح عمر كمال عبد الواحد. بكل امانه وبكل صدق عمر كمال عبد الواحد يتفوق عليهم بمراحل، مش بينافسوا بعض. لا محمد هاني لعب في الاهلي وكلنا شفنا اداؤه، وشفنا اداء اكرم توفيق في المكان ده، وشفنا اداء عمر كمال عبد الواحد. انت عامل زي ما يكون دكتور كتب لمريض علاج وراح الصيدليه، الصيدلي اداله البديل. اهو انت عملت كده في اختيار محمد هاني واختيار اكرم توفيق للمكان ده لو لعب فيه زي ما بقول، وما اخترتش عمر كمال عبد الواحد. عمر كمال عبد الواحد هو الدواء وهو العلاج الاصلي للمكان ده في الملعب. جيت انت سايبه واخد البديل بتاعه من الصيدليه اللي هو محمد هاني. واكرم توفيق لو انت واخده يلعب في المكان ده مش يلعب في نص الملعب. مع احترامي لك بقول لك مليار علامه استفهام على عدم اختيارك لعمر كمال عبد الواحد. مشاكلك ياما يا حسام يا حسن، ودخلت نفسك في حوارات ياما، والناس قالوا لك عمر كمال عبد الواحد من زمان واداء اللاعب المقنع جدا والمبهر جدا مع النادي الاهلي. بقول لك يعني لعب 3-4 مباريات منهم واخد 3 مرات مثلا افضل لاعب في المباراه، ولاعب ما يختلفش عليه اتنين. اقسم بالله انا مش عارف انت ازاي ما اخترتوش في المنتخب. انت ازاي دخلت مشاكلك الشخصيه معاه في المصري ان انت تستبعده من منتخب مصر؟ شيء غريب جدا، ربنا يسترها والله العظيم على المنتخب. مش عارف بتدخل نفسك في حوارات ملهاش اي لازمه. وتاني بقول لك انت لك مطلق الحريه، ولكن احنا كمان لينا نسالوك ولينا نقولوا لك. والواقع والمنطق، واي زملكاوي قبل الاهلاوي بيقول الكلام ده، بيقول لك انت ليه ما اخترتش اللاعب ده؟ ليه فضلت محمد هاني على عمر كمال عبد الواحد؟ ادينا اماره واحده، ادينا دليل واحد ان محمد هاني هو اللي يستحق المكان ده اساسي عن عمر كمال عبد الواحد. شيء غريب جدا بصراحه، وما عنديش اي تعليق عليه غير ان انت بتدخل المشاكل بتاعتك مع اللعيبه في الانديه قبل كده. وانت مدرب منتخب مصر، قلنا لك اعقل بقى واكبر بقى. انت بتدرب منتخب مصر دلوقتي، ما بتدربش انديه. خليك منطقي وخليك واقعي في اختياراتك. انما واضح ان مفيش فايده. رجاء الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس. شكرا.